السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من محتوى خالي من الأقل. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا إعراب جمع المذكر السالم. أول حاجة، جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين للمذكر فقط بزيادة الواو والنون أو الياء والنون على المفرد بشرط كون الزيادة قابلة للحذف. يعني مثلا لما أقول مثلا مهندس، هيكون الجمع بتاعها مهندسون ومهندسين. طبعا اختلاف علامة الإعراب. هتلاحظ إن الواو والنون والياء والنون مش من أصل الكلمة. تمام، ده كده التعريف. تعال نشوف الاعراب نفسه. الاعراب نفسه زي ما قلنا في المثنى ان هو يعرب بعلامه فرعيه اللي هي الالف والنون والياء والنون. هنا برضو جمع المذكر السالم هيرفع بالواو. يعني مثلا اقول جاء المهندسون. جاء فعل ماضي والمهندسون فاعل مرفوع علامه رفعه الواو. هنا فاعل اهو مرفوع بالواو لانه، آسف معذرة، لأنه جمع مذكر سالم. ده من حيث الرفع. طب النصب والجر، النصب والجر برضو ينصب ويجر بالياء. ينصب بالياء مثل شكرت المهندسين. شكر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والمهندسين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طب والجر برضو يجر بالياء. زي ايه مثلا؟ المثال عندي مررت بالمهندسين. برضه هنا المهندسين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعمل مراجعة بسيطة على إعراب جمع المذكر السالم. قلنا إن جمع المذكر السالم هو ما كان في آخره واو ونون أو ياء ونون، والواو والنون أو الياء والنون بتكون زيادة على الكلمة مش من أصول الكلمة. وجبنا مثال زي مهندس، وجبنا لما جينا الجمع المذكر السالم بتاعها مهندسون ومهندسين قلنا إن الواو والنون أو الياء والنون بتكون مش من أصل الكلمة. طب هو بيرفع بإيه؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يرفع بالواو مثل جاء المهندسون. المهندسون هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. الياء شكرت المهندسين، هنا مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. مررت بالمهندسين هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. شكرا.